لا عند اليمني. تخيلوا ان اليمني طبخ ابو الهنود كيف؟ شاهد الفيديو للنهايه اتحداك ما تعيد 1000 مره من كثر الضحك. مرة دخلت السعودية اشتغل مع بن لادن بالشركة. بعدين الدولة احنا سكن انا واثنين هنود واحد محق وصاب، كنا نسكن سوا. بعدها استمرينا فترة، كان كل يوم العشاء على واحد، كل يوم على واحد. بعدين الهنود يطبخوا لك عشاء ويكثروا البهارات، معهم أكثر من 30 صنف من البهارات داخل. وانا اقول ما يعملوا، حتى عندنا المطاعم ما يصلحوا شكه. قلت اتعلم من الطباخة حقهم هذه. دخلت مرة جنب واحد انا وهو يصلح، هذا كل ساعة يشيل العلبة ويسوي كل ساعة. قلت له بسيطة لما يجي دورين اشياء. لا يوم خميس كذا قال يا مصطفى ما بالله عليك مدحنت الطبيخ. قلت ابشروا، وهم انت داري معهم عادة وتقاليد لما يموت ابوهم يحرق بو يطحنوه يعملوا من علبة ولا ذا يتذكروا ياخذ منه البركة. وان كان طارح الا بالمطبخ. قالوا يلا قم وصلى عشاء. قمت معنا ولعت الشوله يلا وصلى عشاء. الكيد من هنا من العلبة هذه من العلبة هذه من العلبة هذه، اوصل لك العلبة هذه كالرماد اسكبهم ما لا اوصل مشكل ابوهن واحرق حركت ابوهم بين المشكل. انا مش جارين ابوهم. بعدين احنا راقدين يمكن الساعة 1 بالليل، الرجال راح ياخذ البركة من ابوه من العلبة، يروح نص معه يصيح قفزوا لك الجماعة يقروا الخبر. قال لهم بابا انا قاعد اجري معاهم، ما هم الخبر؟ قال بابا فين بابا فين بابا؟ قلت له مش انت قلت بابا قبل 2 سنة مات؟ قال ايوه بابا قبل 2 سنة مات، بس بابا هنا. كيف بابا هنا؟ هنا بالعلبة دي؟ قال فين بابا هنا؟ قال جيت انا اخذ بركة هنا بابا. قلت له لا بارك بك، بابا قو هنا. لا بارك بك ولا عواش. كيف بابا هنا؟ قلت له بابا طبيخ اعطدنه في الصيداك ربك اللي انت عملت له بن علبة.